السلام عليكم. بعدين في شركة ابل انا معايا 15 بلس 128 جيجا، جبت اقل مساحة ساعتها عشان هو اللي كان متوفر. ايه واحد انا كزنبي اصحى من النوم الاقيها منزله لي تحديث حجمه 5 وربع جيجا فرعي. اما تعمل لي ايه في التحديث الجديد الرئيسي اللي هو 27 ده؟ هنزلوا 25 جيجا مثلا؟ يعني ويا ريت نزلت معاهم مميزات جبارة وحاجات جديدة. مفيش، هي قفلت الثغرة الأمنية عشان الهاكر والكلام ده والداتا. تمام يا عم، بس تنزلنا تقفل الثغرة بس، ايه لازم الحاجات التانية؟ يعني حطينا مثلا في تطبيق البودكاست بدل ما كنت تسمع صوت بس بقيت تسمع صوت وصورة. يا عم ميزة حلوة وهتفيد ناس كتير جدا. تمام. في ميزة حطيتها شركة ابل في التحديث ده، انا لو قلت لكم ممكن تفطسوا من الضحك. انا اعرف واحد معاه تليفون ما يعديش ال 2000 جنيه عنده الميزة دي. يعني الميزه دي محطوطه في تليفونات اندرويد بدري. انت لو فاتح هوت سبوت لواحد صاحبك هتعرف استهلك كام ميجا او كام جيجا. ايه ده؟ احنا متاخرين جدا في العقليه بتاعت ابل دي، وبالذات في التحديثات اللي هي عاملاها دي. يعني 5 وربع جيجا على تحديث فرعي، اما تعمل ايه في التحديث الكبير يا عم؟ بس كده منها لله ابل، وكتر خير معاهم ماك بوك وايفونات الايام دي يعني. بس كده سيبك في رعايه الله، وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سلام عليكم.